ازيك يا حبيب اخوك؟ عامل ايه وايه اخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ انا كصانع محتوى محترم شفت ما يقارب 12 مسلسل من مسلسلات رمضان. تقولي ليه شفت العدد ده يا صاحبي؟ هقول لك عشان اجي النهارده واقول لك الخلاصه والم معاك الدنيا. فهات ايدك كده وتعالى معايا اقول لك تشوف ايه وما تشوفش ايه في مسلسلات رمضان 2026. قبل ما نبدأ عايز أفكرك إنك لو مؤخر أي فرض من الفروض أو ما قرأتش ورد القرآن بتاعك أو ناسي أي حاجة من العبادات روح اعملها حالا يا متخاذل. ما تخليش المسلسلات والبرامج تلهيك عن عباداتك، ده شهر مش بيجي غير مرة واحدة في السنة ولازم تستغله صح. ويلا نبدأ. أنا كأحمد من ال 12 مسلسل اللي أنا شفتهم في 3 مش هكملهم و3 لسه ما قررتش أكملهم ولا لأ، وفي بقى 6 حصنة أنا مراهن عليهم وهكملهم لحد آخر مشهد فيهم. تعال نبدأ كلام بسرعة كده بالمسلسلات اللي أنا مش هكملهم، وبسم الله الرحمن الرحيم. بدايتنا بمسلسل صحاب الأرض. هل يا أحمد المسلسل وحش؟ لا. طب المسلسل بيزور الحقيقة؟ لا برضه. المسلسل واقعي بشكل يخض وعشان كده انا مش قادر اكمله يا جدعان. المسلسل كئيب وواقعي ومؤلم، انا بتاذي نفسيا لما اتفرج عليه، مع ان المسلسل حلو جدا وفي شغل اخراجي عظيم من بيتر ميمن. اول مره اشوفه كده. لو هتسالني انت هتشوف المسلسل عموما ولا لا، انا طبعا هديله فرصته بعد رمضان واشوفه كله بقى مره واحده على رواقه كده. وتعالى نخش في تاني مسلسل انا مش هكمله، هو المداح الجزء السادس اسطوره النهايه. صراحه هو برضه مسلسل حلو بس وسط الزحمه دي انا ما اظنش ان انا هعرف اكمل المداح، خصوصا ان انا مش فان للسلسله وما شفتش كل الاجزاء على بعضها، فانا مش حاسس باي ارتباط تجاه الجزء ده. لكن كلمه حق لازم تطلع مني، اول حلقتين عجبوني وشدوني وفيهم تمثيل حلو وفيهم مخرج حلو جدا برضه. واخيرا اخر مسلسل انا مش هكمله هو مسلسل الكينج لمحمد امام. يا جدعان بجد مسلسل مكرر بشكل مش طبيعي. انا بجد بحب محمد امام بس مش كده يا صاحبي. انا تقريبا شفت مسلسل الكينج ده 3 4 مرات من محمد امام نفسه، يعني ده شبه كل مسلسلاته حرفيا. وقت تسجيل الحلقه دي انا كنت شايف 4 حلقات بس، انا ما اعرفش هو اتحسن عنهم ولا لا، بس لحد ما انا وقفت هو بصراحه مش عاجبني. ده غالبا نفس التسلسل اللي بتاخده مسلسلات محمد امام كلها يا جماعه. بيبدا ضعيف وفقير ومنكسر، بعد كده بيبدا يخش في عالم السلاح وعالم الجريمه ومش عارف ايه، بعد كده بيبقى مليونير يا اما بيموت في الاخر. فعشان ما نحرقش كتير تعالى ننتقل للنقطه التانيه في الحلقه، وهي المسلسلات اللي انا لسه مش عارف اكملها ولا لا. اولا مسلسل فخر الدلتا لاحمد رمزي. والله يا اخوات انا ما اعرفش المسلسل ده ايه، يعني هو مسلسل لايت ولذيذ وريتمه بقى احسن من اول حلقتين، بس هو ناقصه حاجه، ناقصه شويه ملح، ناقصه حاجه كده تخليه حرش، فاهم؟ مسلسل كان فيه عيب قاتل في اول حلقتين ان هم رتمهم بطيء والحلقتين طوال على مسلسل كوميدي 30 حلقه. لكن بعد كده لما بنشوف الاحداث المسلسل بيبقى كويس، بحب اتفرج عليه بصراحه، في شويه كوميديا خفيفه. لكن هل ده انا كنت مستنيه اصلا من الاول؟ بصراحه لا، انا كنت مستني حاجه احلى واقوى من كده بكتير. لكن انا لسه مكمل حبا في هادي بسيوني المخرج اللي كان سبب من الاسباب ان انا ابدا يوتيوب، وحبا برضه في احمد رمزي، واحد موهوب وواحد بيضحكني وواحد اكاديمي اساسا مش هاوي يعني. فانا مكمل المسلسل ده حبه حلوين كمان لحد ما نشوف هيوصل معانا لايه، ولو حلو هطلع اقول ان هو حلو ومكمله لحد اخره. طبعا تاني مسلسل انا لسه برضه مش عارف اكمله ولا لا، هو مسلسل افراج لعمرو سعد. بصراحه المسلسل بدايته ممتازه بس انا حاسس ان هو في النص هيقع في فخ المط والتطويل وهيبقى مسلسل وحش، وحاسس برضه ان هو في النص هيخش في سكه الحاجات المكرره المعتاده بتاعت عمرو سعد، بس لسه مش متاكد. بس بصراحه انا المسلسل شددني، المزيكا بتاعته عظيمه، في اداء التمثيليه حلوه قوي، اتمنى يكمل لحد كده. واخر مسلسل في الفئه دي هو مسلسل مناعه لهند صبري. المسلسل بقاله 3 حلقات بيبني وبيكون العالم بتاعه، ويا دوبك في اخر الحلقه الثالثه دخلنا في الجد ودخلنا في القصه الرئيسيه. في الحلقه الرابعه بنبدا نشوف منعطفات اكتر في القصه، بنبدا نشوف احتكاك مناعه بالناس بتاعه السوق بتاعه المخدرات. انا بصراحه شايف ان رتم المسلسل بطيء على مسلسل 15 حلقه. مسلسلات تانية 15 و30 دخلوا في القصه بسرعه جدا، دخلوا من الحلقه الثانيه تقريبا وانت دخلت لي في اخر الثالثه. وبرده الكاست اللي معاك مش اقوى كاست في رمضان، في ناس بجد قافلين من المسلسل اساسا. لكن لحد دلوقتي انا مكمل وعاجبني جدا جدا اداء هند صبري ورياض الخولي، عاملين ادوارهم بشكل تحفه. واخيرا وصلنا لحلويات رمضان، الحاجات كده القطايف والكنافه بالنوتيلا اللي انا بعشقهم. اول مسلسل انا مكمله لحد الاخر هو سوا سوا لاحمد مالك وهدى المفتي. بعيدا عن ان احمد مالك وهدى المفتي تقريبا نفس ادوار السنه اللي فاتت، بس هم وصلوا لمرحله نضج كبيره جدا في تمثيلهم. يعني مثلا واحد زي احمد مالك السنه دي اقنعني اكتر بكتير من السنه اللي فاتت، والحلقه السادسه هو نجمها باكتساح، عمل كم مشاهد مؤثره مش طبيعيه. وكمان هو مسلسل كوميرشال حلو، مسلسل تجاري حلو، عنده قصه وفي اداءات تمثيليه بجد فشيخ. ووسط كل ده هو مسلسل ممتع وقادر يعلقني بشخصيات ويفضل شاددني طول الحلقات، قادر يخليني حابب الشخصيات بجد وعايزهم ينجوا من العالم اللي هم عايشين فيه ده، العالم القذر ده. فتمام انا مكمل سوا سوا ومبسوط جدا من مرحله النضج التمثيلي اللي وصل لها احمد مالك، انا بجد بحبه قوي يعني. تاني مسلسل انا مكمله هو مسلسل هي كيمياء لمصطفى غريب ودياب وميشيل ميلاد. بالمناسبه هي كيمياء وسوا سوا هم نفس المؤلف، مهاب طارق هو مؤلف جامد قوي بالنسبه لي. غالبا هي كيمياء هو عنصر الكوميديا الوحيد
الوحيد اللي بجد فعال في رمضان السنه دي. مسلسل كوميدي حلو قوي بيضحكني، مش بيموتني من الضحك بس بجد بضحك وانا بتفرج عليه. مصطفى غريب وميشيل ميلاد اون فاير يا جدعان، الاتنين بينهم كيمياء مش طبيعيه، ودايما يبقى في مشاهد خد وقت ما بينهم، المشاهد دي بجد بتضحك وبيبقى عاملينها حلوه قوي. كمان دياب هو اختيار موفق جدا للدور ده وبجد عامله بشكل رائع. انا اصلا بحب دياب وشايفه ان في المسلسل ده يستحق الاشاده طبعا. وثالث مسلسل انا مكمله هو مسلسل فن الحرب ليوسف الشريف. مسلسل 30 حلقه رتمه سريع قادر يشدني، حتى لو المسلسل شبه حاجات بره او حاجات جوه اللي هي بميت وش يعني، بس مش عايزين نقول. بس هو بجد عاجبني جدا وشددني، وانا بحب الاجواء بتاعه النصب والسرقه دي قوي. بس اتمنى من كل قلبي المسلسل في النص ما يقعش في فخ المط والتطويل، خصوصا ان هو رتمه سريع. وشايف برضو ان يوسف الشريف عمل حاجه مختلفه ما عملهاش قبل كده، وسكه ان يبقى في كوميديا في العمل بتاعه دي حاجه جديده بالنسبه لي. انا اصلا واحد مش فان ليوسف الشريف، انا يا دوبك شفت العالمي وكفر دلهاب وكفر 25، فانا مبسوط باللي هو بيعمله ده بصراحه، والمسلسل عاجبني وبحب اتفرج عليه. رابع مسلسل معانا بقى هو مسلسل كان يا مكان لماجد الكدواني. وللمعلومه دي اول مره ماجد الكدواني يعمل مسلسل بطولته في رمضان، واول مره يطلع في رمضان اساسا. المسلسل يا جدعان عسل بصراحه، عاجبني جدا. ماجد الكدواني فاجر عظيم مبدع، يعني كل حاجه ممكن تتقال بتتقال على ماجد الكدواني اساسا. الحلقه الثالثه عنده مشاهد لذيذه جدا وضحكتني، كانت مع يوسف عمر، والمناسبه يوسف عمر عامل واحد من احلى ادواره، انا اول مره اتقبله بالشكل ده اساسا. كمان الكتابه بتاعت شيرين دياب حلوه جدا وقادره تعكس القضيه اللي عايزه تحكيها بشكل ممتاز. انا بصراحه مبسوط بالمسلسل ده، المسلسل هادي واحداثه خفيفه وانا بحب اتفرج عليه جدا برضو. بس نوصل لتاني مسلسل معانا هو اكتر مسلسل انا بحب اتفرج عليه اساسا، وهو مسلسل اتنين غيرنا. انا حابب المسلسل ده جدا يا جماعه، انا بجد وقعت في حب المسلسل ده، وبالنسبه لي ده اكتر مسلسل قادر يعمل موازنه ما بين الكوميديا والدراما بتاعته. كمان المسلسل فيه تمثيل حلو قوي، بالذات من دينا الشربيني، ليها كذا ماستر سين في الحلقات بتاعتها، واسر ياسين اختيار رائع للدور ولايق عليه جدا حتى لو لسه ما اداش حاجه كبيره يعني. دايما انا بحب في خالد الحلفاوي المخرج ان هو بيقدر يعمل لك كوميديا لايت وخفيفه بشكل تعجبك، وكمان هو بيحب يحكي القصص اللي في كومباوندات واغنيه ومش عارف ايه، بس انت كواحد عادي ما بتقرفش منها او ما بتتضايقش منها يعني، فاهمني. ونوصل لاحسن وافجر مسلسل معانا في رمضان هو مسلسل عين سحريه لعصام عمر. مسلسل بجد جاحد وفرق عن باقي المسلسلات اللي حواليه كلهم تقريبا، اخراج 10 على 10، اخراج جامد جدا وجايب لي توتر ومخليني دايما مشدود للاحداث. كمان كفنيات وشكل الكادر والالوان ومش عارف ايه، السدير مسعود بيبدع في الحته دي. وكمان الاحداث حلوه وسريعه وبجد ذكيه جدا وعجباني، وفي تمثيل عظيم من عصام عمر وباسم سمره، اللي اخيرا باسم سمره قدر يغير من جلده ويعمل دور بجد حلو ومميز. فرحان جدا ان عصام عمر اختياراته في المسلسلات بدات تتحسن بعد بطل العالم ونص الشعب اسمه محمد، حاجات في المتوسط والوحش منه خالص، لكن في المسلسل ده عصام عمر بيرجع لرونقه كده. انا بصراحه بحبه جدا وبحب اتفرج عليه. فلو هتسالني ايه هم ترشيحاتك لمسلسلات رمضان هيبقى هم السته دول. السته دول بجد مسلسلات كويسه جدا. وفي الاخر اتمنى الحلقه تكون فادتك، ولو انت لسه مكمل لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، فكمل جدعنتك دي باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تكتب رايك تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.